ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. زي ما وعدتكم ان انا هعمل لكم وصفات جديده من الزبادي. عايزه اقول لكم النهارده انا هعمل لكم وصفه جديده ان شاء الله هتجربوها تعجبكم جدا جدا جدا. انا جربتها وعجبتني قلت لازم اعملها لكم في القناه. وصفه جديده لعشاق الزبادي والقهوه. يلا بينا. هنحتاج كوبايه زبادي لايت الحجم الصغير، او زبادي كامل الدسم، او اي نوع زبادي انت تحبيه، بس يكون حجم الزبادي الحجم الصغير. معلقتين صغيرين عسل نحل، او 2 ظرف سكر دايت، بس يستحسن يكون عسل نحل عشان القيمه الغذائيه اللي فيه. معلقه صغيره بن محوج فاتح، او اي نوع بن انت تحبيه. ربع معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان اللي هو نسكافيه، ودي اختياري بس هي تدي للزبادي نكهه قويه للقهوه. بسكوت لوكس بطعم القهوه، ده هتلاقيه متوفر في اي سوبر ماركت، وده اساسي في الوصفه. نقول المقادير تاني: كوبايه زبادي لايت صغيره، او زبادي كامل الدسم، أو اي نوع زبادي انت تحبيه بس يكون حجمه صغير. معلقتين صغيرين عسل نحل، معلقه صغيره بن محوج فاتح او اي نوع بن انت تحبيه، ربع معلقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان اللي هو نسكافيه وده اختياري. بسكوت لوكس بنكهه القهوه وده اساسي في الوصفه. كده مديلك قدامك، يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا. كسرت البسكوت زي ما انتم شايفين كده وحطيته في طبق. تمام. هضيف بقى ايه؟ معلقه صغيره بن محوج فاتح او اي نوع بن تحبيه، ربع معلقه صغيره نسكافيه اللي هو القهوه سريعه الذوبان وده اختياري. نحطهم كده على بعض. نجيب معلقه ونقلب كل المكونات اللي كافيه مع بعض. وبعد كده هحط معلقتين صغيرين عسل نحل. حطيت معلقتين صغيرين عسل نحل. هحط بقى ايه؟ ميه سخنه من الكتل، يا دوبك بس حبه ايه اللي تعجن الكميه، وهقلب كله مع بعض كده لحد لما ايه الاقي الخليط ايه بقى عجينه معايا. إيه، ممكن تضيفي على الخليط معلقه صغيره لما بودره. انا هضيفها معاكم دلوقتي. ضفت على الخليط معلقه صغيره لبن بودره وده اختياري، يعني تحطيها ما تحطهاش، بس هي ايه تدي ايه طعم حلو يعني للوصفه. قلب كله مع بعض كده لحد لما اخواتي بقى عجينه. بصوا كده الخليط بقى عجين زي ما شايفين كده. هبتدي بقى ايه اضيف الزبادي، كوبايه صغيره من الزبادي. ضفت كوبايه صغيره من الزبادي. ابتدي بقى اقلب كله مع بعضه كده لحد كله يندمج مع بعض. ده شكل الزبادي بالقهوه بعد التقديم. قدموا بقى الف هنا وشفا. عايزه اقول لكم هتجربوه هيعجبكم جدا جدا جدا، وخصوصا الناس اللي بتحب القهوه هتعجبها الوصفه دي جدا جدا جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وانتظروا مزيد من الوصفات للزبادي. الوصفات الجديده خلاص ان شاء الله حصري على قناه حياتك احلى من هند محمد. ان شاء الله بامر الله هتلاقوا وصفات جديده من الزبادي الفتره الجايه. ان شاء الله جربوا الوصفه دي وتعجبكم. لو عجبك الوصفه لايك واشتراك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.